تخيل معي لحظات في وقت وجيز جدا، يمكن 8 سنوات. اللحظة الأولى يوم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة، خرج ومع أبو بكر متخفي ويبكي، يخلي هذا البلدة المعظمة المقدسة اللي نزل عليه فيها الوحي، هذا البقعة المقدسة، يخرج منه ويقول: يا مكة أنت أحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، هم اللي يحدني أني أخرج. وخرج عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر وعامر ابن فهيرة وعبد الله بن أريقط، وخذ طريق الجنوب يتخفى عليه الصلاة والسلام، وراح المدينة وأنشأ كيان للإسلام عليه الصلاة والسلام، والأنصار استقبلوه في حوادث عظيمة 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 جدا. في السنة أظن 8 يرجع عليه الصلاة والسلام ورب العالمين بشره بالفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني في فترة وجيزة ما تكاد تكون ذرة من عمر الزمان يرجع ومعه 10,000 كلهم يأتمرون بأمره. أبو سفيان سيد مكة جن جنونه، جت جيوش المسلمين إلى مكة، وجاء أبو سفيان يطلب الصلح، يطلب، أخذه العباس ووداه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عمر بغى يبطش به، لكن الله نجاه بأنه وصل عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وتنبذ ما سواه من الأوثان والأصنام؟ قال: قبحها الله، وهل أغنت عنا شيئا؟ إني أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا: تشهد أني رسول الله؟ قال: هذه في النفس منها شيء. قال له العباس: ويحك يا أبا سفيان، لن تؤمن بهذه حتى تضرب عنقك. قال: وأشهد أنك رسول الله. قال: ارجع إلى أهل مكة وقل من دخل المسجد فهو آمن. العباس موجود، وهذا سيد مكة أبو سفيان، وصعب ينكسر، وهو بين يدي رسول الهدى والرحمة ومن ينزل الناس منازلهم. والعباس يدرك هذا، قال: يا رسول الله، أبو سفيان رجل يحب الفخر، أعطى شيء، صعب أنه يرجع إلى أهل مكة يقول استسلموا ترى ما عاد أقدر أسوي لكم شيء. لا، قال: أعطيه شيئا، رجالا يحب الفخر. قال له الرسول: قل لأهل مكة من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. هذه تعتبر مكانة له، أني اللي يدخلون بيتي. شوف الحكمة النبوية، اللهم صل وسلم عليه. قالوا: قل لهم من أغلق عليه داره فهو آمن. ترى هذولا كلهم كانوا يحاربونه، قتلوا أصحابه ونكلوا بهم، وحرموه من مكة، حرموه من بيته، صودرت أموال أصحابه اللي كانت في مكة. قال: اللي يدخل ويصك عليه بيته ولا يحارب آمن. فيه ناس لا أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماؤه، قالوا: اقتلوهم لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ولهم قصة هذولا، صدق أن معظم هذولا عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، جو عنده وأسلموا. المهم أنه دخل أبو سفيان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس، انت خطم الجبل في مضيق الوادي، امسك أبو سفيان خله هناك ما يدخل مكة. يخاف عليه الصلاة والسلام أن أبو سفيان يرجع يغير كلامه. قال: خله يشوف الاستعدادات والجيوش الإسلامية. فحبسه العباس، يعني جلس في مكان وتمر الكتائب. كل ما مرت كتيبة قال أبو سفيان: من هذولا؟ قال العباس: هذه مزينة. قال: ما لي ولي مزينة، ما بيني وبينهم مشاكل. مرت كتيبة ثانية قال: هذولا بنو سليم. قال: ما لي ولي بني سليم، ما بيني وبينهم شيء. مرت كتيبة مدججين بالحديد ما يرى منهم إلا الحدق، ما يشاف إلا عيونهم، بس أحداق عيونهم. قال أبو سفيان: يا أبا الفضل، يتكلم العباس، قال: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ والله ما لأحد بهم قبل ولا طاقة، والله ما حد يقدر على هذول وحدهم بس. قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. وترى عمر موجود بينهم يعطيهم توجيهات: لا تخالفوا أوامر رسول الله، ويعطيهم صوت مرتفع. عمر رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة.
قال أبو سفيان: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. إيش هذول كلهم يأتمرون بأمره؟ قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم. ورجع إلى مكة، ودخل مكة وصار يقول: يا أهل مكة، يا معشر قريش، قد آمنت بمحمد، آمنوا به، جاكم بناس ما لكم فيهم طاقة، ما تقدرون عليهم، ما لكم بهم قبل ولا طاقة. قالوا: فما المخرج يا أبا سفيان؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن. قالوا: يكفينا المسجد يا أبو سفيان؟ ما يكفينا. قال: ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. شوف، يبقى مكانته، تروكم في حمايتي، أنا زعيمكم. شوف فكر الرسول عليه الصلاة والسلام وإعطاء هذا الشيء يفخر به. قالوا: يكفينا بيتك يا أبو سفيان. قال: ومن أغلق عليه داره فهو آمن. هند بنت عتبة ترى قلبها يلتهب، أخوها قتل في بدر، وأبوها وعمها، أخذت بشارب زوجها هذا أبو سفيان وزيد مكة. قالت: بئس طليعة القوم هذا. رجال أنت مقدمة الناس، أنت اقتلوه، هذا الحديث الدسم السمين اللي ما منك فائدة. قال: لا تغرنكم هذه، لا تغرنكم، لا ما شافت شيء، ما رأيت. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، دخل وأمر الناس اللي كالصحابة: ما تقاتلوا أحد أبدا. دخل عليه الصلاة والسلام مكة بعد 8 سنوات لما خرج منها وهو يبكي، رجع إليها مطاطئ، المنة لله. والجو اللي كانوا قد أهدر دماءهم عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم، منهم هند بنت عتبة. تخيل أن هذيك الليلة أول ليلة دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، دخلوا مكة وصاروا يصلون، وشافت الصحابة يتهجدون وهي في بيتها تناظر، ترى مهدر دمها، تناظر الصحابة يصلون ويبكون ويتهجدون في دار زوجها وهي آمنة. قالت: يوم جاء الصباح: يا أبا سفيان، آمنت بمحمد، خذني عند محمد أبغى أؤمن به. قال: وأين كلامك عنه؟ وأين تحديضك؟ قالت: والله يا أبا سفيان ما عبد الله حول هذا البيت بمثل ما عبد به ليلة البارحة. شافت عبادة الصحابة، شافت إيمانهم، وراحت وآمنت، وكانت مواقفها مشهودة رضي الله عنها. هند بنت عتبة ورحب بها وأجازها عليه الصلاة والسلام. وجاء قال: ادعوا لي عثمان بن طلحة، كان من سدنة البيت لمفاتيح الكعبة في يده. جاء الرسول أيام مكة يبغى يدخل مكة، فمنعه عثمان وأغلظ عليه، طرده، ما تدخل. قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، يقول له في مكة: كيف بك إذا جاء يوم من الأيام، كيف بك وأنت تراني وبيدي هذا المفتاح، مفتاح الكعبة، أعطيه من أشاء. قال عثمان: إذن والله ذلت قريش وهانت، هلكت قريش وذلت. قال عليه الصلاة والسلام: بل والله عزت قريش وسادت. دعاه وأخذ منه المفتاح وفتح باب الكعبة وصلى فيها، ومعه بلال، ترى في هذا الموقف يتذكر تعذيب بلال عند البيت ويبكي عليه الصلاة والسلام، يذكر هذه المواقف. لكنه دخل أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة، قال: خذوها يا بني طلحة أو يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعوها عنكم إلا ظالم. عفو وسمو، اللهم صل وسلم عليه. نظر لهم، ترهم في سنوات قريبة إلى قبلها بسنتين وهم يقاتلون، ويذكر الأماكن اللي يوم دخل، وهذا كان يمنعه، وهذا كان يعذب أصحابه، هذا ضرب بلال هنا، هذا أهلك خباب هنا، هذا. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ الحين أنا أمركم في يدي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ رضخوا، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء، خلاص ما حد يقتل أحد، ما حد يعتدي على أحد. الأنصار كانوا يبكون ويفكرون، قالوا: هذه الرحمة في قلب رسول الله إنه بيبقى في مكة. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام، قال: إني عبد الله ورسوله، وبعثني الله إليكم وأجعل أرضكم دار هجرتي، المحيا محياكم والممات مماتكم. فبكوا رضي الله عنهم. الأنصار دائما همهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، والله ما قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله.
رضي الله عنه.